ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده ان شاء الله هنفرز ورق العنب مع بعض. بيني وبينكم انا ما بحبش تفريزات الخضار عامه، بس ورق العنب بالذات بما اننا بنحبه جدا. انا شخصيا انا عن نفسي انا وولادي بنحبه جدا جدا، فمفيش مانع ان انا افرز معاكم ورق العنب بما انه الموسم بتاعه يعني بيجي كده كام شهر كده في السنة وبعدين بنلاقيه اختفى وبنرجع نضطر نشتري من السوبر ماركت. فانا ما عنديش مانع ان انا افرز معاكم ورق العنب. وكمان بالنسبة للناس اللي بتشتغل، الناس العاملة يعني وكده، تفريز ورق العنب بالنسبة لهم بيسهل عليهم الدنيا وبيبقى عندهم سهل. يعني انتوا عارفين ان ورق العنب المحشي عامة بيحتاج غلبة كده وبيحتاج لا بيبقى له قلبة كده. فطبعا ورق العنب بالذات لو اتفرز بيبقى بالنسبة لنا اسهل بكتير. فنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا انا جايبة كيلو واحد بس من ورق العنب اهو زي ما انتم شايفين. همسكه اغسله كويس جدا اهو زي ما انتم شايفين، غسلته كويس جدا. اغسلوه كويس جدا لانه بيبقى كله حشرات، وخصوصا العنكبوت. ورق العنب بيبقى العنكبوت مبهدله كله. تمام كده، امسكوه اغسلوه كويس جدا. وبعدين هبدا واقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هعملها من بعد ما غسلته، جبت حله حطيتها على النار وحطيت فيها ميه واستنيت لما غليت اهو زي ما انتم شايفين. وهبدا بقى انزل بورق العنب. لا اله الا الله، صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. نزلت باول شويه اهو زي ما انتم شايفين. اول بقى ما بنزل ورق العنب في الميه المغليه بيغير لونه على طول زي ما انتم شايفين كده. هستنى بقى عليه شويه، بنستنى عليه اللي بيتفرز، بنستنى عليه من 3 دقايق ل4 دقايق. تمام كده، اللي بنعمله في وقتها على طول بياخد وقت اطول في السوا بتاعه، في السليق بتاعه يعني، واحنا بنسلقه في الاول اهو زي ما انتم شايفين. هنا بقى كنت سبته شويه وخلاص بقى، انا كده سبته حوالي 4 دقايق تقريبا. فهبدا بقى اطلعه اهو زي ما انتم شايفين. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام اهو. وبقى على الصينيه كده وفرطيه كده من بعضه عشان نوقف عمليه السوا بتاعته اهو زي ما بعمل كده. لا اله الا الله، صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. صلوا على النبي عشان ربنا يكرمنا كلنا وربنا يبارك لنا كلنا، وعشان كمان نتبارك بسيره النبي عليه افضل الصلاه والسلام اهو كده. طلعت اول واحده ويعني ايه فنطها كده على الصينيه وبعتهم عن بعض كده. هنا بقى كنت خلاص خلصت الكميه، حطيت طبعا التانية في التالتة وخلاص كانت الكميه بتاعتي كلها خلصت كده. انا سلقت الكيلو كله اهو زي ما انتم شايفين. وقعدت هنا بقى ايه عشان اول حاجه بقى بعملها بعد ما خلاص ما اتسلق، بمسكه بقى ايه بقطع منه العرش ده. الاول بفرده كده زي ما انتم شايفين، وبعدين بمسك بقى العرش ده بضغط عليه بايديا كده اهو زي ما هعمل كده اهو زي ما انتم شايفين. بضغط عليه بايديا بتتقطع معايا بمنتهى السهوله. وبعد كده بقى ايه برصهم بقى فوق بعض زي ما انتم شايفين كده. اوعوا تدخلوه الفريزر من غير ما ترصوهم كده فوق بعض. اولا الرصه دي بتبقى سهله جدا. ثانيا ورق العنب لو حطيتوه كده ملعبك كده في بعضه بتيجوا بعد كده تستخدموه بتلاقوه اتقطع واتبهدل. فلا لما يكون مرصوص كده بيكون احسن يعني اهو. بنقطع بقى العروش كلها اهو زي ما انتم شايفين. لا اله الا الله، معلش انا اسفه جدا. انا الولاد في امتحانات وكنت بصور بايد وبوريكم بالايد التانية انا بعمل ايه عشان برضو ايه ابقى معاكم في التفاصيل. ربنا يوفق لنا ولادنا كلهم يا رب اللهم امين. هنا بقى كده كنت خلاص عملت كل الكميه. عملوا معايا كيسين، يعني الكيسين دول احنا من كتر حبنا فيه اصلا يعني ممكن اعملهم على مره واحده لان انا عندي الولاد بيحبوه جدا. لا اله الا الله. بعد بقى ما خلصت الكميه كلها وزي ما انتم شايفين حطيتهم بقى في كيسين، وبعدين فرغت بقى الهواء من الكيسين، وبعدين مسكتهم بقى ربطتهم كويس جدا. وعملت نفس الموضوع ده في العروش كمان نفس الموضوع. وكل كيس طبعا بعمل له ايه العروش بتاعته. يلا خلص بقى الفيديو على كده. ومتنسوش بقى تقولوا لي رايكم في الفيديو، ومن فضلكم يا جماعه شاركولي الفيديوهات عند كل اللي عندكم مع اصحابكم بقى وحبايبكم وشاهدوها لي للاخر. ويلا مع السلامه.